بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن متى يمكنك وقف الروي عن القمح. إن شاء الله نتكلم في الموضوع ده النهاردة، ونتكلم كمان إزاي هنحصد. طبعا كل الشغل اللي أنا بحصد بيه هنا كل شغل يدوي، مش مكانات خالص. كل شغل يدوي، الحصيدة يدوي، التربيط يدوي، وكل حاجة إن شاء الله هنشوفها في الفيديو ده، والأسعار والحاجات دي كلها هنشوفها في الفيديو ده. اول حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الشرح. انا دلوقتي في اخر رويه بالشكل حضراتكم شايفينه ده. مش هروي القمح تاني، هقف على كده. مش هروي النبات او القمح تاني. طيب انت ازاي ممكن تعرف ان انت خلاص توقف القمح على كده؟ طبعا بالشكل حضراتكم شايفينه ده، طبعا على حسب الارض بتاعتك. في ارض طينه وارض رمليه. الارض الرمليه دي طبعا انا دلوقتي اخر زقيه هنا، وهبدا اني اوقف الروي. طبعا عندك انت لو انت ارض طينه المفروض كان انت وقفت من زمان. الارض الطينه بتوقف الروي قبل الارض الرمله بكتير. دلوقتي انا هتكلم عن الارض الرمله. الارض الرمله يا جماعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، لو بدات معاك السنبله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تبدأ انها لونها يصفر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا بصوا يا جماعة، القمح جوه بدأ انه ينشف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا يا جماعة، لو بدأ يعمل لون معاك كده ويبدأ لونه اصفر، لازما انك توقف عنه الماء الروي، علشان كده كده مش هيديك اي حاجة، مش هتستفيد اي حاجة من الروي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا يا جماعة، بدأت تنشف معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو بدأت انها زي ما قلت لكم تبقى صفرة معاكم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، توقف الروي خالص عن القمح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بدأ القمح كله انه يغير لونه، ابدأ انا ان كده اوقف الروية. وزي ما انا قلت لكم دلوقتي واقف عن الروي، خلاص هصوم الارض بتاعتي. طيب قد ايه هفضل اصومها؟ هبدأ اصومها 20 يوم او 15 يوم بالكتير، عشان الارض تعمل امتصاص الى السنبلة والى الحبة، عشان الحبة تبدأ تنشف معاك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وطبعا الحصيدة هنا طبعا كل يدوي، الحصيدة والتربيط والدراسة وكل حاجة ان شاء الله نشوفها في فيديوهات كتيرة جاية ان شاء الله. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد. وعاوزك انت تقول لي توقعاتك ايه لسعر الاردب النهارده. طبعا انا لسه سائل النهارده، لسه سائل عن سعر الاردب، عامل 3000 الا 200، يعني 2800 جنيه الاردب النهارده. بس لسه طبعا لسه ما حدش فتح في الحصيده، لسه برضو السعر في علم الغيب. وعاوزك انت برضو تقول لي توقعاتك ايه الى سعر القمح النهارده موسم 2026. عاوزك تقول لي توقعاتك ايه انت السنه دي الى القمح وجميع الخضار جميعا. يعني طبعا انا بقدم في فيديوهات بنزلها عن اسعار الخضار، وطبعا كل يوم الاسعار بتبدأ تنزل. يا رب اللهم لم زرع الناس على الناس، علشان الناس خسرت كتير، ورب يعشي الجميع ان شاء الله. عاوزك تقول لي توقعاتك انت ايه للموسم 2026 الى القمح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى على النبي.